حياكم الله أينما كنتم أحبتي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المجلس من هنا صلاح الدين الفضائية. بالتأكيد بداية رحبوا معي بضيفي في الاستوديو السيد جمال كيكان، منسق شبكة منظمات المجتمع المدني في نينوى. حياك الله سيد جمال. مليون هلا بك. شكرا جزيلا لكم طبعا لاهتمامكم بدور النازحين ومشاكل النازحين عفوا، ومتابعتكم دائما لهذا الموضوع. احنا نشكركم. شكرا لك. إذا أحبتي المشاهدين، بالتأكيد محور حلقتنا لهذا اليوم عن النازحين ومعاناة النازحين وكل ما يتعلق بهذه الشريحة المظلومة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراق الحبيب اليوم. أرقام هواتفنا أيضا ستكون جاهزة لاستقبال اتصالاتكم وآرائكم وأسئلتكم واستفساراتكم مع ضيفنا في الاستوديو السيد جمال كيكان، منسق شبكة منظمات المجتمع المدني في نينوى. إذن نحن بانتظار اتصالاتكم وابقوا معنا، وبرنامج المجلس من هنا صلاح الدين الفضائية. أهلا من جديد أحبتي المشاهدين، ما زلنا معكم وبرنامج المجلس، وضيفنا في الاستوديو السيد جمال كيكاني، منسق شبكة منظمات المجتمع المدني في نينوى. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا مرة ثانية سيد جمال. سيد جمال، بالتأكيد يعني اليوم العوائل النازحة في المخيمات وفي هذا الجو البارد في مخيمات آشتي وكذلك مخيمات حسن شام يعني 1 و2 و3، وكذلك مخيمات ديبكة أيضا 1 و2. يعني ماذا قدمتم لهذه الأعداد الكبيرة أولا من النازحين ولهذه العوائل النازحة والحالات الخاصة في هذه المخيمات؟ تفضل. تحياتي لكم ولقناتكم هاي الفضائية اللي دائما هي تتابع شؤون النازحين ومشاكلهم. طبعا احنا كمنظمات مجتمع مدني، شبكة منظمات المجتمع المدني، متواصلين مع النازحين في كل الظروف وفي كل المواقع، في الخازر وحسن شام 1، حسن شام 2، حسن شام 3، ديبقة 1، ديبقة 2، الجدعة يمكن مقسمة إلى 3 أقسام أثناء يعني في الإنشاء حاليا. احنا كمنظمات قدرنا الحمد لله يعني نوزع المساعدات ونغطيهم بالمساعدات، وايضا ماده النفط وباقي المواد، وكذلك نقل الحالات المستعصيه من امراض وغير امراض اللي ما يقدرون يطلعون خارج المخيمات، اللي ما موجوده علاج داخل المخيمات، نقدر نوصلها يعني الى المستشفى غرب اربيل والى المتبرعين كذلك. احنا منذ انطلاق عمليه تحرير نينوى اطلقنا نحن الشبكه شعار اسمه جدار الرحمه للتبرع، والحمد لله وشكر من كل انحاء العراق وكذلك من حتى خارج العراق. دائما المتبرعين يجون ويقدمون تبرعات عينيه وكذلك ماديه لاعانه هؤلاء النازحين. كيف يتم التنسيق مع هذه الجهات سيد جمال؟ جهات المتبرعه تقصدين؟ نعم. الجهات المتبرعه زورنا للشبكه طبعا، وبعد ما تطلع على اعمالنا والسي في مالته خلينا نقول بالمختصر وجهودنا مع النازحين، اكيد راح يكونون في الصوره، ونشترط عليهم انه ماديات احنا ما نستلم. اللي يريد يشتري بطانيات او يشتري مواد تدفئه، مدافع عفوا او نفط، يكون ويانا في الحمله اثناء التوزيع. اثناء التوزيع يرافقنا في الحمله، يعني احنا ما نستلم فلوس تكون مصداقيه. نعم، في ابد. تمام، مصداقيه. احنا لحد الان ما استلمنا سنت واحد من اي شخص. الشخص اللي يجي ندله على الاماكن اللي تباع بها باسعار مناسبه، اذا بطانيات، اذا مواد غذائيه، اذا غير، فيجهزه ونجهز له سيارات ويكون مرافق ويانا في توزيع المواد اللي جايبها. نعم.
أيضا يعني وزارة الهجرة والمهجرين هذه الوزارة التي تعنى بالنازحين بمعاناتهم بالحالات اللي يمرون بها، يعني كمنظمة وكمنسق سيد جمال كيكاني، يعني ما هو دوركم مع هذه الوزارة، وهل هناك تنسيق ما بينكم وبينهم؟ طبعا احنا ناشدناهم عده مرات، ومن خلال قناتكم مرتين كذلك ناشدناهم، وكنا باتصال مباشر معهم هاتفيا اثناء اللقاء. عرضنا عليهم التعاون وعرضنا عليهم التنسيق، لكن هم رفضوا ويعملون منفردا، وعملهم لا شيء يعني مقارنه بوزاره الهجره والمهجرين. فقط هم ينطون اعداد النازحين دائما 100 110 115 114 الف وصل نازح لحد الان. ما عندهم اي تعاون لاي منظمه، منفردين في عملهم. عملهم يقتصر على توزيع السلات الغذائيه والشغلات التي لا تذكر. هذا عمل وزاره الهجره والمهجرين. يعني فقط الاعداد يعطوكم؟ نعم، اعداد مو ينطونا الاعداد، ينطوها يعني للموقع مالهم، يعني للموقع مالهم ينطوها. حتى احنا عده مرات ردنا نتصل باستاذ ضياء، نعم، مدير فرع اربيل للاغاثه. استاذ ضياء عده مرات نتصل به، ما يعني مره ببغداد، مره ما موجود، مره ما حاول يتصل بينا. فاحنا تحس كان يتهرب من اللقاء بكم؟ نعم، يتهرب من اللقاء بنا. وانا بنفسي زرته عده مرات للدائره وعرف اني موجود، ولا كان يتهرب الرجل، يعني ما قبل يتعاون ويانا. واحنا اصلا هدفنا واحد وهي اعانه النازح، لكن ماكو اي تعاون من وزاره الهجره والمهجرين. وبنفس الوقت ما عندها قابليه تغطي النازحين، وما عندها ذيك الكوادر اللي تقدر يعني نغطي النازحين بشكل عام بهاي المخيمات، لانه ما شفناهم. انا من الناس ما شفتهم، انا دائما بالمخيمات، واللي يعرفني عن قرب يعرف تواجدي في المخيمات. ما شفنا وزاره الهجره والمهجرين في هذه المخيمات. زين، برايك سيد جمال، لماذا هذا التاتش ما بين يعني المنظمات الموجوده وبين وزاره الهجره والمهجرين؟ حضرتك منسق اكيد، نعم، انت واجبك نعم، يكون نعم، التنسيق بين الجهتين. نعم. لماذا هذا يعني؟ طبعا احنا شبكه المنظمات منظم كل المنظمات الموجوده فينا هنا. احنا مجموعه منظمات، نتحدث عن مجموعه منظمات، مو كل المنظمات. ممكن انطيهم العذر لوزاره الهجره والمهجرين، لانه اكو منظمات فاسده وما توصل المعونات بالطريقه الصحيحه، ولكن هذا ما يمنع انه اكو منظمات صالحه. واحنا اصلا ردنا ندخل وياهم كشراكه، يعني ما ردنا ناخذ مواد ونروح نوزع، بالعكس. واحنا ما طلبنا اي عقود، وعندنا 800 متطوع في الشبكه، وردنا نخدم اهلنا وناسنا، واطلقنا شعار نحن نازحون 2014 نساعد اهلنا نازحين 2016. احنا الشبكه قاطبه كلنا نازحين. الشبكه متكونه من عده منظمات، ولكن رؤساء المنظمات كلهم نازحين، ما بيهم واحد غير نازح. ويدفعنا حبنا لاهلنا وحبنا لارضنا انه نقدم المساعده لباقي النازحين. نعم. اذا سيد جمال نكمل بعد ما ناخذ اتصال، واول اتصال من صديقه البرامج وصديقه القناه فاطمه من ميسان. حياك الله يا فاطمه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. 100 هلا. تحياتي لك يا غاليه وللكاتب وضيفك الكريم. شكرا. تحياتنا لك ايضا، وتحيات ضيفنا سيد جمال لحضرتك. نعم فاطمه، شو تحبين توصلي له لسيد جمال، او اذا عندك اي سؤال استفسار تفضلي. والله حبيبتي، اقول للسيد جمال، اقول له اذا يعني امنتوا المنطقه، يعني نطالب احنا كلنا، مو بس اني بوزع دول الناس الحين خطير، لان الاطفال قاعد نشاهدهم بالتلفزيون، خطير كلهم امراض وطين وبرد شديد. والبارحه حالي جنتبه على اخبار طلع واحد من الشمال يقول برميل النفط نشتريه 140,000. زين هذا المتمعسكر ما يقدر يشتري برميل النفط، كيف دول الفقراء المساكين؟ يا سيدي الفاضل، يعني اتمنى رأفة بالاول من رب العالمين ان شاء الله، والثواب من عندكم وبجهودكم الطيبه بهاي الاطفال الابرياء، يعني الاطفال ما لها اي ذنب يتربيني. شكرا لكم. عين تحياتنا لك يا فاطمه، وشكرا اتصالك والتعقيب لحضرتك سيدي. اكيد هو مطلبها مشروع ومطلب عراقيه قلبها على اهلها، اذا كانوا بالموصل او كانوا بالبصره او كانوا ببغداد. فعلا احنا مو مقصرين، ولكن جهودنا محدوده. كل المنظمات قاطبه من ضمن المنظمات المنضويه تحت الشبكه. ما ممكن
تغطي كل النازحين، لأن الموضوع النزوح كبير جدا ويحتاج إلى إمكانية الدولة، وللأسف الحكومة المركزية تنظر إلى نينوى بعين واحدة وهي العين العسكرية. أوكي، أكو جيش وأكو عمليات نظيفة، وجل احترامي لكل اللي يقاتلون ويقدمون التضحيات من الجيش ومن البيشمركة، لكن بالعين الأخرى لازم تنظر إلى العمل الإنساني تجاه النازحين الموجودين في المخيمات. فالخلل هو موجود في بغداد، وعدم تعاونهم مع الحكومة المحلية، وكذلك الحكومة المحلية في نينوى ما متعاونة أبد في موضوع وملف النازحين. نعم. موضوع آخر أيضا سيد جمال هو وزارة التجارة والحصة التموينية. أيضا هناك شكاوى كثيرة من خلال برامجنا، من خلال اتصالات المشاهدين والنازحين، يأكدون أنه يعني البعض لم يستلم أصلا الحصة التموينية، وإن استلم حصة ربما مال شهر وهو شهرين ثلاثة ما مستلم. كمنسق لشبكة منظمات المجتمع المدني في نينوى، مر عليكم هذه الأمور؟ إجراءاتكم بهذا الموضوع؟ عندكم تنسيق مع وزارة التجارة في هذا الجانب؟ سيدتي العزيزة، موضوع وزارة التجارة هو موضوع أكبر من حجمي وأكبر من حجم المنظمات كلها. احنا في نينوى ميزانية 2014 هي محدد بها حصة نينوى من الميزانية، و2015 2016 كذلك، لكن الفلوس هاي وين؟ اصلا ما موجوده، ولا احد من نينوى الا ما قل استلم المواد الغذائيه، واذا استلم المواد الغذائيه استلم ماده او مادتين. ومو بس نينوى، هو العراق كله. زين، موضوع وزاره التجاره والفساد الموجود بوزاره التجاره هو مو يخص نينوى فقط. وزاره التجاره اهملت عملها نتيجه الفساد الموجود في بغداد وعدم المحاسبه، فما قدمت اي شيء للمواطنين لا بنينوى ولا غير نينوى. وتحديدا نينوى احنا نسالهم وين فلوس نينوى يا وزاره التجاره المستقطعه من الميزانيه 2014 2015 2016. نعم. ماكو مواد غذائيه صدقين، بس الفلوس الموجوده في وزاره التجاره حصتنا وهي تغطي النازحين وما تخليهم يحتاجون احد. ايضا هناك شكاوى من بعض المواطنين في المناطق الغير محرره، بدت المواد الغذائيه تنفذ عندهم. زين، يعني دوركم كمنظمات مجتمع مدني تقدرون توصلوهم؟ هل هناك اتصال معهم بهذا الموضوع؟ اتصالات اكو طبعا، ولكن صعب جدا. تعرفين داعش يعني اذا لقى واحد عنده تليفون، القوات العسكريه اصلا ما تقدر تتصل هاي المناطق، فكيف منظمات المجتمع المدني تصل هاي المناطق؟ والتحرير يعني انا مو رجل عسكري، ولكن ما اعرف. بدت عمليات التحرير ولحد الان محطات المياه هي تحت ايدي داعش. يعني المفروض تحرر هذه المناطق اللي فيها محطات الماء لزود المواطنين بالماء قبل المناطق الاخرى، ولكن لحد الان مو فقط مواد غذائيه، ماء صالح للشرب ما موجود بالموصل، لا صالح للشرب ولا غير صالح للشرب، فقط اكو اجتهادات شخصيه من بعض الناس حفروا ابيار ويستفادون منها ويمشون يومهم. نعم. فقط. نعم، فاذا دوركم محدود بهذا الجانب، مو بس دورنا يعني محدود، ما تقدرون اصلا يعني تغطون هذا الشيء ولا؟ مو بس احنا دورنا محدود. نعم. حتى الولايات المتحده الامريكيه ما تقدر توصل لهم مواد غذائيه. احنا شلون نوصل لهم مواد غذائيه؟ لانهم تحت سلطه داعش. نعم. شلون نوصل لهم مواد غذائيه؟ اذا يعني ان شاء الله العمليات مستمره، إن شاء الله. وان شاء الله تحرر مناطقهم وترجع لهم هذه الامور. ايضا هناك سيد جمال عدد كبير من المصابين جراء الهاونات العشوائيه والقصف العشوائي لداعش. نعم. يعني على المدنيين طبعا بدنا نحكي احنا. بالنسبه لكم دوركم بهذا الموضوع، كيف يتم معالجه هؤلاء المصابين؟ كيف يتم نقلهم؟ هل هناك جهات اخرى ساندة لكم بهذا الموضوع؟ طبعا مئات المصابين جراء القصف العشوائي لداعش للاهالي بعد ما تسقط منطقه من ايديهم، ينسحبون ويبدون يضربون الناس بالهاونات، الناس الابرياء طبعا اللي ما عندهم اي سلاح وما لهم علاقه، العزل ما لهم اي علاقه بموضوع الحرب وحرب شوارع دائره في الموصل لحد هذه اللحظه اللي اتكلم بها وياك. يجون المصابين للقوات العسكريه ويحولون الى قوات البيشمركه، قوات البيشمركه يوصلوهم الى مستشفى غرب اربيل. طبعا هاي كلها ماكو اي جهود من الحكومه المحليه، هم موجودين في مستشفى غرب اربيل مئات الجرحى والمصابين، ومستشفى غرب اربيل مشكوره تقوم بواجبها على اتم وجه رغم الامكانيه الضعيفه، لانه كردستان تمر بحاله ماديه سيئه طبعا الكل يعرف فيها، وما وجهوا لهم اي دعم لهذه المستشفى، والموظفين يعملون بدون رواتب، ولكن هاي امكانياتهم. اكو ناس مضروبه شظايا برجليها واحنا على اطلاع بهم، سووا لهم عمليه بتر
وفعلا لو مو المتبرعين هذول كان انتهوا كلهم، لانه كثير اكو حالات امكانيه المستشفى ضعيفه، كثير اكو حالات ينقلوا الى مستشفيات خارجيه، واكو حالات ما يتلقون دعم، يتعرضون الى بتر بالايد او بالرجل. يعني مطلعين عليها احنا، لانه احنا عده فرق الشبكه، ناس في مخيم خازر، حسن شام 1 2 3، وفي مستشفى غرب اربيل كذلك عندنا فرقه متواجده دائما من اللجان التابع اللي ما عندهم امكانيه يسوون عمليات خارجيه، وعندنا ناس متبرعين دائما موجودين بالشبكه ويتبرعون لهاي العمليات. كذلك اكو مستشفيات تسوي ديسكاونت لهذا الموضوع، موضوع جرح الموصل. فقط شيء واحد ما موجود، فقط شيء واحد ما موجود، دعم حكومي لهذول، دعم محلي، حكومه محليه وحكومه مركزيه لهذول المصابين ماكو، فقط دعم حكومه اقليم كردستان مشكوره شعبا وحكومه. يعني الحكومه المحليه في نينوى قصدك؟ نعم. يعني ما صارت زيارات لمسؤولين، للمحافظ، الجهات اعضاء مجلس محافظه لهذه المخيمات او للمستشفى؟ صارت زيارات بهذه الاعداد الكبيره، صارت زيارات بس ما بها نتائج. صارت زيارات، مو اقول لك ما صارت زيارات ويطلعوا على شاشات التلفاز دائما، لكن ما بها نتائج. احنا متواجدين غادي، واتمنى يكون عندكم اي لقاء في المستشفى راح يعرفون شخصيا يعني العلاجات وحتى الملابس والعمليات، يعني ننقلها للمستشفيات الموجوده خارج داخل اربيل الاهليه، نقوم بها احنا والناس الخيرين اللي ويانا. يعني اي دعم من المسؤولين ماكو سيد جمال؟ لا ماكو اي دعم من المسؤولين، ويقول لي اكو دعم من المسؤولين خليه يطلع حق الرد مكفول. فقط زياره ومواساة فقط زياره، وممكن حتى اكون صادق وياك $100 $200 هاي ما تسوي شيء، ما تسوي شيء بعمليه. نعم. 3000 $4000. تمام. وهالاعداد الكبيره وهالاعداد الكبيره. نعم. زين اكو الحجه دائما نعم. انه بغداد ما انطت ميزانيه نينوى، واحنا بنقول بغداد ليش ما تعطي ميزانيه نينوى؟ تمام. وفلوس الاغاثه وين هي اللي قبل عمليات التحرير؟ نعم. عمليات التحرير احنا نعرف كان ترويج لها قبل 6 أشهر من البدء، لا هي او مستشفى ولا هي او مخيمات ولا تحضروا لهذا الموضوع بتاتا. سيارات اسعاف معدوده، يعني يمكن 5 أو 6 سيارات اسعاف. جهد دائره الصحه في نينوى ضعيف تجاه النازحين، حتى في المخيمات في مستشفى غرب اربيل تتكفل بنقلهم سيارات اسعاف مستشفى غرب اربيل، تنقلهم من مستشفى الى مستشفى، ومن مخيم الى مستشفى، ومن المستشفى الى المخيم. والنقص موجود، وايضا مثل ما ذكرت نقص الكادر الطبي ايضا أكيد. موجود. احنا نقص الكادر الطبي نعم. موجود في مستشفى غرب اربيل، لكن احنا موظفين صحه نينوى اعدادهم تعادل موظفين كردستان قاطبه. يعني احنا عندنا صحه نينوى كبيره، محافظه نينوى كبيره، لكن وينهم؟ ما صار. قبل فتره كان في ضيف عندنا عضو مجلس محافظه نينوى اكد على يعني أن يتواصلون الموظفين في صحة نينوى بمستشفيات أربيل، أن يتواجدون فيها، وأن تكون خدمتهم مجانية لصالح أبناء محافظة نينوى. ما عندنا هيك شيء في المستشفيات، ما نعم. متواجدين، لكن للأمانة يجوز هم الموظفين ما التحقوا، لكن كانت هناك دعوة من أحد أعضاء مجلس محافظة نينوى ب يعني تبليغهم رسالة أن يحضرون إلى هذه المستشفيات للعمل من أجل خدمة أبناء المحافظة. أوكي. نعم. الموظفين ما التحقوا، الموظفين بيهم مربوطين، ورئيس دائرة، رئيس دائرة ليش ما يعاقبهم؟ مو تمام؟ نعم. يعني مو عزيمة داز على الموظفين تعالوا التحقوا، ما قبل يلتحقوا روح الله وياك. تمام؟ أكيد لازم. نعم. من أمن العقاب سائل نعم. إذا مدير صحة نينوى بالتأكيد هذا لازم يكون دوره في أن يعني يأكد على هذه المواضيع، يأكد على تواجد الموظفين من الدائرة في المستشفيات الخاصة في أربيل أو نعم. في أي مكان آخر. نعم صحيح. زين، نرجع إلى موضوع آخر سيد نعم. جمال. أيضا يعني هناك حالات عديدة عرضت على شاشات التلفاز بالنسبة إلى مساعدات المنظمات الدولية، بالنسبة إلى كيفية إيصال هذه المساعدات وتوزيعها على العوائل النازحة في المخيمات. هناك حالات يعني أشبه بالذلة، يعني نساء في موقف معين أو رجال أو كبار سن، أو حتى من خلال الاتصالات اللي ترد إن يعني لحد اليوم
كان في برنامجنا العصر يعني برنامج تغطية خاصة، كانت هناك متصلة من إحدى المخيمات ذكرت أنه حالة التوزيع هي يعني حالة عشوائية، ماكو أي تنظيم في هذا الموضوع. تحدث لنا عن هذا الموضوع باعتبارك منسق لشبكة منظمات المجتمع المدني. سيدتي العزيزة، المخيمات الموجودة اللي تديرها منظمة البرزاني مشكورة طبعا، اللي تدير هاي المخيمات كلها هي أصلا جيدة جدا في الإدارة، ولكن الكم الهائل من النازحين ما تسيطر على الموضوع، تشرك وياها المنظمات البقية، تسمح لدخول باقي المنظمات حتى توزع. مع الأسف كثير من المنظمات وكثير من الفرق اللي هم يسمعون صوتي علنيا معروفين أنهم فرق تطوعية ومن أبناء الموصل، كثير مو الكل يعني، ما قاعدة تعميم، ولكن للأسف هم يتبعون أحد الجهات السياسية ويستلموا رواتب من أماكن أخرى. همهم الوحيد ياخذوا السيارة وياخذ صور يمها أنه وزعت، ولكن اللي دازهم ما متابعهم شلون وزعت. يصل المكان اللي يريده ويشمر بالغراض ويهين الناس وياخذ صور انه انا وزعت، ويرجع ياخذ الراتب مالته او الاستحقاق مالته ويمشي. كثير هاي الامور شفناها، وشفت سيده هي تسمع صوتي هسه، ما يريد اذكر اسمها، لكن في حلقه اخرى اذا كررت هذا الموضوع صدقيني راح اذكر اسمك، تطلع على يعني هاي هسه رساله الى سيده معينه في بالك ما راح تذكر اسمها؟ لا ادبيا ما راح اذكر اسمها، لكن اذا تكررت هذه الحاله صدقيني انا راح اذكر اسمها وانزل المقطع مال الفيديو مالته اللي هو منتشر على صفحات التواصل الاجتماعي. شخص يمها يقول احنا جبنا هاي المساعدات، هي ترد انا جبتها بفلوسي والناس واقفه يمها. سيده يعني من النازحين ولا شخصيه؟ لا شخصيه تقول انا جبتها بفلوسي. طبعا هي اللي تقول انا جبتها فلوسي، خلي تكون واثقه انه ذول النازحين يملكون فلوس اكثر من عندها، ولكن اندار بهم الوقت، ضامهم الضيم ووصلوا للمخيمات. بالذات اهل الموصل ناس عزيزين، ناس كرماء، وحتى في فتره الحصار وضعهم الاقتصادي يختلف عن الوضع الاقتصادي باقي المحافظات الجنوبيه او الوسطى. يعني دائما اهل الموصل وضعهم الاقتصادي جيد، لكن مع الاسف ذلهم الوقت، وان شاء الله ما ينذلون طبعا، ان شاء الله ما ينذلون. اكو كثير عوائل تستحي حتى تيجي تستلم او تقف سرة، لانه ناس اهل عز وصل بها الوضع لهذه المرحله للاسف. يعني ان شاء الله دومهم يعني راسهم مرفوع، ان شاء الله دوم راسهم مرفوع، لكن اكو ناس اللي تركب الموجه نعم. من اجل اهانه الناس حتى تنطيهم حصه يومينيه او تنطيهم بطانيه، والناس هاي ما محتاجه لبطانيه وحصه يوميه، الناس محتاجه ترجع لبيوتها. ان شاء الله احنا الظرف الاستثناء اللي يعيشه بلدنا وتعيشه مدينه الموصل تحديدا، ان شاء الله ازمه وتنتهي وترجع الحياه الطبيعيه وكل الامور. ايضا هذه المخيمات بالتاكيد سيد جمال تجمع الكثير من الطلاب، ويعني طلاب المراحل المختلفه، يعني من الابتدائيه الى الجامعه. يعني مستقبل هؤلاء الطلاب في هذه المخيمات. طبعا اجيش من الابتدائيه لحد الجامعه. الموصل احتلت سنه 2014، كل الناس تعرف هذا التاريخ. نعم. الشهر السادس. الحكومه اصلا مو بس الحكومه، حتى الناس ما تعترف بمناهج داعش اللي درسوها في الموصل لحد الان، او لحد 2016 او لحد بدء العمليات العسكريه. وكذلك اللي طلع من الموصل في كركوك وفي كردستان وفي بغداد قدر يكمل دراسته، اما هذول البقيه اللي بقوا بالموصل راحت حياتهم، مستقبلهم راح وما لهم اي علاج. حاليا احنا كشبكه منظمات بالتعاون مع اتحاد طلبه كردستان رصدنا، عندنا احصائيات. الاحصائيه الاولى كملناها في مخيم خازر 230 طالب في الجامعه مراحل متعدده، اكو بهم وصل للامتحان وما امتحن نتيجه غزو داعش. نعم. قدمنا العدد الى رئيس جامعه نينوى أبي الدويتشي، وان شاء الله راح يصير بها تفاهم ونحاول نخرجهم من المخيم بالتعاون مع حكومه اقليم كردستان ونخليهم يمتحنون. هذا نقدر عليه بالنسبه لطلاب الجامعات. يعني عندهم كتب ويعني تابعتوا هذا الموضوع؟ لا ما عندهم كتب اصلا، راح يطلعون ويسلمون كتب ويطلعون حاله استثنائيه، يعني مو مثل بقيه النازحين، يطلعون بحاله استثنائيه ويوصلون الى هاي الجامعات. الجامعه نعم. موجوده بكركوك من اجل اكمال امتحاناتهم. نعم. اما الطلبه نعم. البقيه والكم الهائل الموجود في المخيمات ما ممكن تستوعب اي مدرسه موجوده في اقليم كردستان. نعم. فنناشد وزير التربيه يجي تحلل هذا الموضوع للطلبه المراحل من الابتدائيه لحد الاعداديه.
الموجودين في المخيمات ان شاء الله. إن شاء الله. معنا اتصال علي من بيجي، حياك الله يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه، 100 هلا بيك. احنا نازحين من صلاح الدين ساكنين بمخيم كركوك. مخيم كركوك، نعم. كركوك نازحين من صلاح الدين. من قادر المحافظه يجون علينا افتروا علينا قالوا انتم مناطقكم محرره. نعم. اي واحنا نناشد ابو مازن يعني حد لا نحب دوامنا، يعني نروح تكريت ما عندنا مكانات هي وايد عزيزنا، يعني احنا نريد مكان وين قمنا ما نريد بيوت، يا بس دوروا لنا مكان نقعد فيه والله نقعد، يعني شو اقول لكم مأساة. نعم. علي، ساكنين بمخيمات ولا يعني ببيوت؟ الو. بالمخيمات. شو اسم المخيم مالكم؟ مخيم ليلان. ليلان. نعم. زين. والله يعني علي خليك. شوف احنا ما قاعدين ما قاعدين بخيمه بس متوازين نقعد بخيمه. نعم علي. علي، عندكم معاناة معينة تحب توصلها مدام يعني معنا في الاستوديو السيد جمال كيكاني، منسق منظمات شبكة منظمات المجتمع المدني في نينوى، يعني موزعين لكم مواد غذائية، الأمور الأخرى توصلكم؟ احنا ما تجينا بس منظمة برنامج العالمي، هو هذا والله غيرها ما شفنا. نعم. صحيح بس هاي كل شهرين يجي نستلم حصة، غيرها والله ما استلمنا. نعم. إذن شكرا لك يا علي وتحياتنا لك، وإن شاء الله نوصل رسالتك أيضا بالنسبة لعودتكم إلى البيجي. سيد جمال، يعني كمنسق لشبكة منظمات المجتمع المدني في نينوى، عندكم أيضا تواصل مع المخيمات الأخرى مثل المخيم ليلان؟ لا ما عندنا تواصل في هذا المخيم لأنه هو بعد المسافة، وأكو منظمات كثيرة موجودة في كركوك ممكن هي تتابع هذا المخيم. ما عندنا ذيك الإمكانية القوية أنه نغطي كل المخيمات الموجودة، وما شاء الله ثلث العراق هو نازح. نعم. يعني واجباتكم فقط بالنسبة إلى مخيمات نينوى. نعم. إذا نرجع إلى الطلبة في المخيمات، ذكرت أنه راح تكون هناك آلية معينة. نعم. بالاتفاق مع اتحاد طلبة كردستان. كل المراحل؟ الجامعة فقط المرحلة الجامعية. نعم. الجامعية. وبالنسبة للابتدائية المتوسطة دولة يعني شنو يحتاج تدخل وزير التربية لإقامة مدارس في المخيمات. نعم. كمنسق راح نرجع إلى جمال كيكاني. زي جمال منسق، هل لك زيارات إلى وزارة التربية؟ هل كان هناك لقاء مثلا مع السيد الوزير وزير التربية حول هذا الموضوع؟ سيدتي العزيزة، احنا أسسنا الشبكة قبل انطلاق عملية الموصل يمكن بأيام. احنا الشهر الثامن نسقنا الشبكة، كونا الشبكة. أكو مهم أكو أهم. نعم. ما ممكن الناس تموت وأنا أروح أقابل وزير التربية حول مستقبل الطلبة. الناس دا تموت. احنا كل جهدنا هسه متمركز لإغاثة النازحين المصابين واللي موجودين في المخيمات. احنا ما صارت لنا اي زياره. الاضواء على حالات الطلبه كان همكم فقط سلطنا الاضواء. نعم. لكن نريد غيرنا يتحرك. ما ممكن احنا نتحرك بكل الاتجاهات. هي دوله لو شركه؟ هي دوله. الدوله عندها يعني امكانيات قويه، عندها كوادر في كل مكان. ممكن تدز لك فد 100 كادر المخيم، 100 المخيم اللاخ، 100 المخيم اللاخ. واصلا المخيمات هي بها معلمين سووا مباشره. ممكن انت تسوي لهم مدارس داخل المخيمات اذا ما عندك امكانيه تطلعهم خارج المخيمات تصرف ايجارات على المدارس. ممكن كل خيمه تسوي بها فد 10 خيم تسويها كصف 10 صفوف للمراحل. هذه التحضيرات المفروض كان قبل بدء العمليات يا سيد جمال. احنا الان العمليات مستمره والظرف استثنائي. اذا انا اسال سؤال. نعم. ليش المدارس اللي بأربيل وباقي المحافظات العراقيه عندهم كتب دراسيه؟ حتى تريدين نفتح مخيمات تخلي بالمخيمات نعم. مدارس؟ طبعا كتب دراسيه ما عندهم. صحيح. لكن الان بدت يعني حتى ممثليه اقليم كردستان سيد وحيد ذكر لي قبل يومين انه وصلت الكتب، وكان المفروض اليوم امس يوم شهر 12 يا شهر بدا الدوام. نعم. شهر العاشر. تمام. إذا المراحل كلها أوفيها بصفحتها على المراحل المنتهيه الثالث والسادس. نعم. زي انت اذا شهر ما مدرسته 6 وما منطيته كتاب، وباكر عقبه بكالوريا وبغداد يريد يجاوب مثله. نعم. مثل ابو الانباء. نعم. مثل ابو العماره والميسان العفو والبصره ودياله وغير. زي اذا الشهر ما مستلم كتب، شو راح يجاوب؟ شو راح
يتواصل ويا المدرس مالته. اكيد. وهذه المعاناه والشكاوى دائما ترد الى برنامجنا وكل البرامج. نعم. اللي في هنا صلاح الدين الفضائيه ياكدون على نقص الكتب والنقص في القرطاسيه ايضا. اذا كلمه من السيد جمال كيكاني الى وزاره التربيه وتحديدا الى الوزير. لكن بعد ان ناخذ اتصال، معنا اتصال ابو احمد من الشرقاط. حياك الله يا ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. شلونك ست؟ شلون صحة؟ حياك الله أبو أحمد. 100 هلا. وسلم على ضيفك الكريم إن شاء الله، وسلم على قناتكم، قناة صلاح الدين، وقناة ما يقول حلقة الوصل بين المواطن والمسؤول في صلاح الدين. حياك الله وسلامنا وتحيات ضيفنا لك أيضا يا أبو أحمد. أبو أحمد تفضل إذا عندك سؤال استفسار إلى سيد جمال. ست استفسارك على مود الكتب. هسه انا نازل التكليف، قاعد الطلاب الابتدائيه، الطلاب المتوسطه، يعني قاعد اني استنسخهم كتب من المكتبات، يعني لحد الان كتب هذا يعني بقول الموضوع الاول بالمدارس. نعم. يعني لحد الان ما عندكم كتب يا ابو احمد. المرحله الابتدائيه. نعم. يا مرحله. اي والله، والمرحله الابتدائيه والمتوسطه المتوسطه تقريبا سنه ونص او ربع، فانا قاعد استنسخهم. تعرفين انا من الشرقاطين، ويعني تقريبا مهجرين، تعرف ايش خطواتهم. ثانيا اريد ارجع على موضوع الامتحانات بالتربيه مال صلاح الدين، يعني تقديم على الامتحانات مال المتوسط، الثالث المتوسط، السادس المتوسط. نعم. فاريد يعني صار 3 ايام نروح هناك السرعوسه، يعني يدزون على الشرطه على هاي الناس ما مرضين، يعني اللي عنده عرف يفوت جوا من الباب واللي ما عنده عرف يقف بالشباك ويظل واقف ل3 و4 ويمشي، يعني ما حد يستقبله خلاص، بس اللي عنده عرف يمشي معاملته ويمشي شغلته او يطلع. والناس هناك حتى دزوا على يعني مع احتراماتي للشرطه يا جماعه اسوات جوي شارين عصا، يعني كل ناس كبار، كل ناس مكتفه، ناس فاصله، يعني بالعصي بالصعدات، يعني ما ترى يعني على المستوى، يعني على الواجهه مال التربيه وواجهه مال الموظفين. نعم ابو احمد، يعني احنا شاكرين بدايه اتصالك، وثانيا ايضا ان شاء الله نوصل هذه الرساله، وان شاء الله يكون حل لهذا الموضوع. تحياتنا لك. معنا اتصال ابو ايهاب من صلاح الدين. حياك الله يا ابو ايهاب. من اربيل عفوا. الو ابو ايهاب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. تحيه لكم ولبرنامجكم لضيفكم الكريم. تحياتنا لك يا ابو ايهاب، و100 هلا بك. تفضل. احنا بس نريد نسال الاستاذ جمال، يعني لا ينكر دور القوات الامنيه، يعني الفريق المشترك بالنسبه للتعاون وياه، ودائما نطلع وياه، فلا ينكر الجهات الامنيه الموجوده والفريق المشترك لاغاثه النازحين. نعم ابو ايهاب، حضرتك منتسب؟ اي نعم اي نعم. تحياتنا لك، واكيد سيد جمال ما ينكر دور القوات الامنيه. انا في الكلام لابو ايهاب. انا ابو ايهاب، شلونك ابو ايهاب؟ الله يسلمك يا استاذ جمال. انا في عده برامج قلت قوات الجيش وقوات البيشمركه يقدمون للنازح اكثر ما تقدم وزاره الهجره المهجرين النازحين. هاي حقيقه ما ممكن ننكرها، واللي دا يقدموه فعلا فشي، يعني فشي يدخل التاريخ، اللي دا يقدموه الجيش قوات البيشمركه تجاه النازحين. ويمكن سامعني في عده برامج اقولها، وانا ابد ما نكرت دور القوات الامنيه. بارك الله فيكم، يعني نشكر جهودكم. وانا ابد ما نكرت دور القوات الامنيه، كلنا احنا من ضمن المتحدث مراهنين على العمليات العسكريه والجيش العراقي والبيشمركه، ولكن الحمد لله والشكر الجيش العراقي والبيشمركه يقبلون اهل الموصل. هاي حقيقه ما ننكرها، مستحيل ولا ينكرها اي واحد. فرجاء لا تقولني ما لم اقل. ما حد ينكر دور القوات العسكريه، ناس تضحي بدمها، وناس عايفه كل شيء وراها، وشايله ارواحها بديها، وتقاتل اقدر ما خلق الله على الارض. أبو إيهاب، شكرا لاتصالك، وتحياتنا لك ولكل المنتسبين في القوات الأمنية. ما اضطرقنا لنكران دور القوات احنا بعدنا الأمنية. ما تحدثنا عن دور القوات الأمنية. أبو إيهاب يعني الظاهر متابع برنامجنا، فحب تكون له مداخلة. بالعكس حلوة مداخلته، حلوة يعني حلوة وجيدة.
اكيد للقوات الامنيه دور، اللي ضحى بدمه ما ممكن واحد ينكر دوره، مستحيل. نعم. اذا ناخذ فاصل وبعدين نكمل. أوكي. سيد جمال، احبتي المشاهدين متواصلين معاكم وبرنامج المجلس من هنا صلاح الدين الفضائيه، لكن بعد فاصل قصير انتظرونا. حكي بحكي عمي، لو تشيلونا لو تشوفونا شارع لو تعدمونا. ما نريد كل شيء، ما نريد، لا حتى ما نريد من عندهم كل شيء، بس يرددونا على تراب قاعدنا. أهلا من جديد أحبتي المشاهدين، ما زلنا معكم وبرنامج المجلس من هنا صلاح الدين الفضائية، وبالتأكيد نجدد الترحيب سوية بضيفي السيد جمال كيكاني منسق شبكة منظمات المجتمع المدني في نينوى. أهلا وسهلا بك مرة ثانية سيد جمال. سيد جمال، بالتأكيد معاناة النازحين لا تنتهي، وأنت ربما الأقرب من عندنا من خلال زياراتكم الميدانية، من خلال أيضا متابعتكم للحالات اللي تصير بالمخيمات. ما هي أبرز المعوقات التي تواجه عملكم؟ أنا قبل ما أجيش على أبرز المعوقات، طبعا أكو عضوة مجلس محافظة من نينوى اسمها هدى زكي، وهي تسمع صوتي هسه، طلعت على قناتنا RT قبل أيام وأنا شفت البرنامج، اتهمت بأهل الموصل بأنهم هم اللي يركضون وراء المساعدات، هم كل شيء عندهم ولكن هم متعلمين يركضون وراء السيارة. طبعا الصوت موجود لا يحرف. هاي عضوة مجلس محافظة أنا ما شايفها، وأول مرة بحياتي أشوفها ولا سامع باسمها ولا سامع باسمها. خلي تكون واثقة، وهي تعرف يعني واثقة بدون ما أقول لها خلي تكون واثقة، تعرف أهل الموصل أهل العز وأهل الخير ومو من عوايدهم يركضون وراء السيارة، ولكن لكل سبب مسبب. أنتم اللي خليتوهم يركضون وراء السيارة، أنتم اللي خليتوهم يجوعون، أنتم اللي بهدلتوهم. أنت عضوة مجلس محافظة، أنت ايش قدمتي؟ رحتي يا مخيم، زرتي يا مخيم، عيشي ليلة واحدة بالمخيم؟ ماكو، فقط يطلعون للبرامج، أقصدها هي طبعا، وكثيرين مثلها يطلعون للبرامج وياخذون صور. وطبعا وبارك عمل الفرقة الذهبية، اكو مجموعة ما اريد اذكر اسمائهم وصلوا الى المناطق المحررة من الحكومة المحلية. نذكر اسمائهم ليش؟ من الحكومة المحلية، انا ما اعرفهم تحديدا حتى اشخصهم، حتى اكون صادق وياك. نكون صادقين. نعم، لا حتى اكون صادق وياك، من الحكومة المحلية وصلوا رادوا ياخذون صور بعد تحرير المناطق، طردوهم الفرقة الذهبية، قالوا هذه الاراضي تحررت بدماء، ما ممكن تجي تاخذ صورة. اخي انت روح اقعد بالمخيم، انت هدى زكي روح اقعدي بالمخيم وشوفي حاجة النازح، حاجة النازح. طبعا انا ادعوها عدة مرات، دعيتها الى مناظرة تلفزيونية تقعد مقابلي، لانه انا بالمخيم، هي ما زايرة المخيم.
اهل الموصل تاريخيا معروفين انهم عندهم موضوع المونه، الخزين. الموصل تعرض لكثير حملات عسكريه، فصارت مثل في الترتيب عندهم انه كل سنه لازم يخلي له خزين للسنه الاخرى. موضوع النازح انه يركض على المساعدات مجبر، لانه ما عنده ثقه بالحكومه انه باكر توفر المساعدات. مجبر لانه ما عنده ثقه بالحكومه انه باكر توفر المساعدات، هذا من جانب. من جانب اخر في كل مكان اكو ناس جشعين، اكو ناس لا تاخذها حتى تبيعها. نعم. حتى تبيعها، ياكل ويشرب ويتدفى وجيرانه جوعان. اكو قسمين. نعم. واكو القسم الثالث، اكو القسم الثالث نعم. ناس مثقفين. انا وزعت يم بابهم بدوره المحروق قبل يومين، يم بابه وما قبل يجي يقلب سره وياخذ مواد غذائيه، يم باب بيته وما قبل يقلب سره. نعم. اما الست هدى زكي تتهم اهل الموصل بانهم جشعين، وطبعا اتهام عام ما شخصت هي، وانهم متعلمين يركضون ورا السيارات. لا لا، ما يصير، ما يصير. نعم. في حال الضعف تستغليهم وتهينيهم. نعم. ما يصير. نعم. اذا عذرا المقاطعه، نكمل بعد ما ناخذ اتصال من عبد الله من بيجي. حياك الله يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. 100 هلا. شلونكم؟ حياك الله عبد الله، تفضل. ناخذ ما الدنيا، انا على البيت احكي عدنان. عبد الله وين انت ساكن؟ بيا مخيم، بيا منطقه نازح؟ صلاح الدين التقليد. نعم. نازحين انتم وين؟ صلاح الدين دقيق. نعم. صلاح الدين دقيق انا على بيتي، ماي ما مسافر. نعم. عبد الله شاكرين اتصالك، وان شاء الله عودتكم قريبه. السيد المحافظ ايضا دا يتابع موضوع عودتكم البيجي بعد قرار السيد العبادي بامر ارجاعكم الى كل مناطقكم المحرره. تحياتنا لك يا عبد الله. معنا اتصال ابو مصطفى من صلاح الدين. حياك الله يا ابو مصطفى. السلام عليكم اختي العزيزه. حياك الله. 100 هلا ابو مصطفى، ابتعد عن الشاشه او توطي لنا صوت التلفزيون. حياك الله. 100 هلا. دائما احبتي المشاهدين ننوه باتصالاتكم تبتعدون عن الشاشه، ويكون الاتصال مباشره ويانا من خلال الهاتف، نأمن الصوت وياكم وما ينقطع الاتصال. معنا اتصال مخرجنا. اذا سيد جمال نرجع الى سؤالك. نعم. سؤالنا قبل قليل وحوارنا كان عن هذه المعوقات اللي تواجهكم. ذكرت لي حالات لكن لم تذكر المعوقات. تفضل. المعوقات بالنسبة للجيش ولقوات البيشمركة متعاونين جدا من المنظمات وأي جهة إنسانية تقدم مساعدة ونشكرهم جدا. المعوقات الأخرى عدم تعاون الحكومة المحلية مع المنظمات الإنسانية اللي توصل المساعدات، فقط مخليه كل منظمة تعتمد على نفسها. وفعلا لو المتبرعين والناس الطيبين من كل أنحاء العراق يمكن النازحين يصلوا إلى حالة يرثى لها. وبالذات يعني فقط هاي المعوقات اللي تواجهكم هي المعوقات عدم تعاون الحكومة. عدم تعاون الحكومة. اما الجيش والبيشمركة والاسايش كذلك السيطرات الموجودة واللي موجودين في المخيمات كذلك لا متعاونين جدا مع المنظمات الانسانية ومتعاونين جدا مع الناس ويقدمون اللي يقدرون عليه. واكو ناس تقدم من اكلها ومن قصعتها للنازح اذا شافوه تعبان وجوعان. يعني هذه حقيقة لا تنكر. نعم. احيانا نشوف ايضا في شاشات التلفاز توزيع المساعدات في اجواء يعني بالليل او ربما يكون المغرب. يعني احنا اللي نشوفه انه ظلام وليل. ف يعني هذه الاوقات ايضا انتم يكون لكم دور في هذا الموضوع. احنا وقت البارحه وزعنا بالموصل بالليل. وزعنا بالموصل بالليل لانه السيارات ظرف من الظروف السيارات زين مو الجو بارد. نعم. نكمل كلامنا وحديثنا لكن بعد ما ناخذ الاتصال. نعم. لان المواطنين ايضا لهم حق علينا. معنا خضير، ابو خضير من تكريت. حياك الله ابو خضير. وعليكم السلام والرحمه. السلام عليكم عبيد اليمس. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. تحياتنا لك يا ابو خضير وتحيات ضيفنا ايضا سيد جمال لحضرتك. تفضل ابو خضير. والله احنا بتكريت والمجمعات الغال في سن البلد والضيم ونفض ماكو وضيم. نعم. نازح ابو خضير.
لا ويا يعني كل النازحين من الشرقاء، بس انا من تكريس. نعم. شنو اللي عندكم؟ يعني البريد ويفصلهم بالجماعات الغالفين. مخيمات اليمكم يعني هذا حالهم؟ لا، مجمعات بدون جام. مجمعات بدون جام، نعم. اي وكهرباء ضعيفه ومي ماكو. نعم. اكيد احنا ابو خضير يعني نشكر اتصالك ونشكر هاي الروح الطيبه اللي عندك واللي هي مو غريبه على كل العراقيين. شكرا لك ووصلت رسالتك. نعم. معنا اتصال. ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه يا ابو محمد. 100 هلا. شلون الصحه الامور؟ حياك الله. حياتي لكم ان شاء الله المشاهدين قناه طلع الدين. تحياتنا لك ابو محمد. ابو محمد الله يسلمك. عيني. تسلم عينك. ابتعد عن الشاشه لو صوت التلفزيون تنص. بس التلفزيون عندك عالي دا يطلع صدى الصوت. نعم. الو 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 ابو محمد تفضل. احنا نازحين من مناطق المجاوره الى المحطه. نعم. ومناطقنا محرره قديما يعني. يا منطقه؟ منطقه هاي شو اسمه الفرحاتيه. نعم. ناشد ابو مازن، ناشد عامل المحافظه. نعم ابو محمد. هاي المن تابعه منطقتكم؟ ها؟ المن تابعه؟ منطقه عايده للمحطه. نعم. الاسحاقي ابو محمد تابعه للاسحاقي؟ اي للمحطه يعني القضاء بلد. القضاء بلد. نعم. اي والله. اي. ناشد الناس الخيرين والطيبين والله امورنا باينه وقاعده يعني خلاص يعني. ان شاء الله ابو محمد عودتكم تكون قريبه وصوتك وصل، وان شاء الله ايضا نتابع هذا الموضوع. ناهض من المدائن. حياك الله يا ناهض. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. اختي العزيزه. حياك الله ناهض. 100 هلا. العفو اختي العزيزه، احنا تهجرنا مو من المدائن، تهجرنا من المنطقه عرب جبور ومقابيل المدائن. نعم. منطقه عرب جبور. احنا حاليا قاعدين بمنطقه عويريج. نعم. يعني بغداد، يعني لا سألوا علينا، لا فد مسؤول زارنا، لا كهرباء، لا ماء، يعني حالتنا كلش صعبه. نعم. عايشين بمخيمات لو مأجرين بيوت شنو؟ لا والله مأجرين بيوت، وهاي نشتغل عمال ننطيهم ايجار وحتى عوائلنا ما معيشينها. نعم. الله يعينكم يا ناهض. كم عائله انتم؟ ايش قد عددكم يعني؟ والله اني واخوتي كل واحد عنده عائله، احنا 3 اخوان. نعم. اي والله ورثي ابويا يعني رجال كبير مسن، يعني حالته يعني صعبه فدناط. نعم. الله يساعدكم، وان شاء الله ان شاء الله يعني رسالتك وصوتك وصل، وان شاء الله ايضا احنا نتابع الموضوع ويا المسؤولين. شكرا لك يا ناهض ولاتصالك. اذا سيد جمال، تعليقك على هذه المناشدات والمعاناة للعوائل النازحة وحلمها بعودتها إلى يعني مناطقها بعد أن حررت. هاي المشاكل والمناشدات نادوا بها الأخوة كلهم هي موجودة في كل مناطق النزوح، والحل الوحيد عودتهم إلى ديارهم، ماكو غير حل. نعم. أيضا يعني كلمة من السيد جمال كيكاني إلى الحكومة المركزية. كلمتي للحكومة المركزية أن تنظر إلى النينوى بعينان وليس بعين واحدة، عين التحرير وهي مشكورة، وعين الإنسانية. أكو ناس تموت، أكو ناس تموت وما حد متابعها. الاهتمام فقط بإيصال المساعدات، بطانيات، مواد غذائية. احنا عندنا مدينة ستحرر، وثاني أكبر مدينة بعد بغداد. نريد العمل في شبكة الماء، الناس ما عندهم مي بالموصل. نريد العمل في شبكة الكهرباء. نريد وضع عيادات طبية متنقلة أو ثابتة في الأحياء المحررة. الناس حبوب فلاونزا ما عندها، أوبر فلاونزا ما عندها، براستول ما عندها. نريد تنظر بعين الإنسانية الحكومة المركزية إلى أهالي نينوى. نريد تتواصل مع الحكومة المحلية كما يدعون
انه ماكو فلوس من بغداد واصله الى محافظه نينوى. نريد نشوف الخلل وين، بحكومتنا المحليه او بحكومتنا المركزيه. هذا مستقبل شعب كامل، مستقبل مدينه كامله، موضوع موت او حياه ما ممكن التهاون به. نعم. هذه المناشدات نعم تفضل. نتمنى انه المناشده تصلهم، ونتمنى انه ينظرون لنينوى بعينان وليس بعين واحده. احرر وخلاص، ما ممكن احرر وخلاص. انت عندك مشكله انسانيه، انت عندك كارثه انسانيه مو مشكله انسانيه. ونتمنى انه نينوى تكون مدينه منكوبه، ونتمنى ايضا تدخل الجهات العالميه والمجتمع الدولي في نينوى. كل هذه امنيات واكررها. نتمنى نتمنى نتمنى، ونريد شيء على ارض الواقع، ما نريد شيء فقط كلام، ما نريد فقط وزير يطلع ابقاط ورباط واجتماعات ولجنه اغاثه وسنعمل وسنعمل وسنعمل. هو يقول لي سنعمل، انا اقول له اتمنى. هو يقول لي سنعمل، انا راح ارد له نتمنى. هذا اللي عندي للحكومه المركزيه. نعم ان شاء الله، واحنا ايضا نتمنى النصر يكون قريب لكل قواتنا الامنيه، ونتمنى ان تعود الموصل الحدباء يعني رأس العراق، وهذه مدينة الغابات، مدينة الجمال إن شاء الله, ترجع الحياة الطبيعية، وأيضا تكون عودة لكل العوائل النازحة إلى مناطق سكناهم بعد تحريرها إن شاء الله. إذن سيد جمال، يعني مع الأسف أخذنا الوقت وانتهى وقت البرنامج. إن شاء الله يعني تكون الأيام القادمة أيام خير إن شاء الله. ويكون أيضا لنا معك لقاء وتكون راح أضيف أمنية أخرى. أتمنى في برنامج آخر، مو آخر يعني خلينا نقول بعد 3 أشهر 4 أشهر، أطلع على هذا المنبر وأذكر محاسن الحكومة. هاي أمنية بإذن طبعا. الله محاسن بإذن الحكومة. الله بإذن الله. أكيد الناس الخيرة موجودة إن شاء الله، أكيد وإن طبعاً. شاء الله التعاون موجود، ويعني هذه الأمور تحل بإذن الله. إن شاء الله. مسألة وقت وصبر، وإن شاء الله شعب العراق شعب صبور، تعودنا دائما على الصبر على المحن والشدائد. إذن السيد جمال كيكاني، منسق شبكة منظمات المجتمع المدني في نينوى، كنت ضيفا عزيزا معنا وسعيدين بلقائك، وشاكرين ايضا حضورك الى مبنى قناه باسم الشبكه وباسم المنظمات وباسم النازحين. نحن نشكركم وشكر جزيل لمتابعتكم الدائمه لشؤون النازحين ومشاكل النازحين، وشكرا مره اخرى. تحياتنا لك سيد جمال، بالتاكيد هذا واجبنا. اذا احبتي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تحيات وشكر موصول لكل كادر برنامج المجلس، من مصورين وفي الاضاءه والصوت والاخراج وكذلك في الاتصالات، وشكر خاص الى مخرجنا المبدع لهذا اليوم علي. وتقبلوا مني انا فيحاء احلى الاماني، نلتقي دائما وابدا على حب الله والوطن. الى اللقاء.